هو احنا هنشوف الاهلي امتى؟ ده السؤال اللي انا جاي اجاوبك عليه بكل تفاصيل معسكر النادي الاهلي في تونس. ركز معايا بقى وشير الفيديو ده لكل اصحابك اللي مستنيين يتفرجوا على النادي الاهلي، وانا واحد منهم. ركز معايا كويس جدا. النادي الاهلي قرر ان هو يعمل معسكر مغلق في تونس استعدادا للموسم الجديد، وقرر ان هو يلعب 3 ماتشات وديه. الماتش الاول هيكون يوم 21 وهيواجه النادي الاهلي فريق الملعب التونسي. ماتش هيبقى كويس، وده اول ماتش هنشوف فيه الاهلي من بعد الغيبه الطويله دي. الماتش الثاني بقى ماتش جامد جدا، الاهلي هيلاعب شباب بلوزداد الجزائري، والمباراه دي هتكون يوم 25 الشهر اللي احنا فيه ده، وده ماتش هيبقى جامد قوي. الماتش الثالث هيتلعب يوم 28 وهيواجه فيه النادي الاهلي النجم الساحلي. يا جدعان يعني 3 ماتشات احسن من بعض، والثلاث ماتشات دول هيرضوا رغبتنا بقى، ونشوف الاهلي ونشوف كل النجوم دول. انا عايزكم بقى تكتبوا لي في الكومنتات مين من لعيبه النادي الاهلي وبالاخص من الصفقات الجديده متوقعين ان هو يتالق في المعسكر ده ومستر ريبيرو يعتمد عليه الفتره اللي جايه. اكتبوا لي في الكومنتات.